تعالوا أعلمكم أساسيات علم الطاقة. أنا ميت طيب، مدرس ومعالج بالطاقة. الدرس اللي فات اتكلمنا عن الطاقة الإيجابية والسلبية. النهاردة هنتكلم عن حاجة بنسمع عنها كتير قوي 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 ومش عارفين معناها، الين واليانج. ين ويانج يعني احنا دايما بنختصرها لين أنوثة ويانج ذكورة، لكنهم زي النهار والليل، المتضادات في الحياة. شبه قوي الإيجابي والسلبي، لكن هما في الحالتين دول بيبقوا ضعف وقوة، لين وشدة، نهار وليل. هو نوع الطاقتين كده. الكون ده بيتكون من المتضادات، كل نوع من الطاقتين دول ليه صفات معينة. يعني اليانج هي طاقة قوة، طاقة شمس، طاقة نهار، طاقة حركة. والين هي طاقة سلام، طاقة هدوء، طاقة سكون. يعني النهار يانج، فأنا لما عاوز أتحرك بالنهار، والليل سكون، فأنا لما عاوز وقت سكون يكون السكون بالليل. فمعناه إن هذا الكون متقسم، فأنا الصبح أقوم بأي نشاط محتاج حركة، لأن الطاقة في الحالة دي هتكون دعماني. طب لو أنا عايز راحة، عايز سلام، عايز اطمئنان، عايز هدوء، ده بيحصل في وقت الليل. فأخلي بالي إن كل هذا الكون ماشي بالحالتين دول، ما أقدرش أمشي ضد الكون، لأن ساعتها هيحصل حاجة اسمها مقاومة طاقية، هبقى تعبان جدا، مجهد جدا. في النهار بيحصل إنتاج للطاقة، في الليل بيحصل حاجة اسمها بروسيسنج. أنا الطاقة اللي عمالة استقبلها طول النهار بنام علشان جسمي يبتدي يشغلها ويستفيد منها. فما تعكسوش الدنيا وما تعكسوش الآية، ونعرف فعلا ان الدنيا دي متكونة من ين ويانج.